بعد ما ربحت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الملاكمة الإيطالية أنجيلا كيرني في 46 ثانية، هنا عزيزي المشاهد ناضوا بزاف ناس والأغلبية منهم من الغرب وبعض الناس من المغرب بالتحديد بداو يقولوا أن إيمان خليف متحولة جنسيا، وهذا الشيء راجع لسببين. السبب الأول هو تصريح الملاكمة الإيطالية بأن الضربات اللي تلقاتها من عند إيمان خليف كانوا ضربات موجهة، وأول مرة تضرب بهذا الشكل من عند بنت حقيقية وراها شك بأن إيمان خليف متحول جنسيا. السبب الثاني اللي راه داير عقد للمغاربه هو هيئه ايمان خليف، مع شافوها قالوا لك بانها باينه دي متحوله جنسيا، وراهم يشوفوا كل يوم الملك تاعهم وما شافوش متحول جنسيا. سبحان الله عزيزي المشاهد، يعني غير من الهيئه تاعها عرفوها باللي متحوله جنسيا من ذكر الى انثى وجايه تتقاتل مع انثى حقيقي. فهنا خرج ايلون ماسك وزاد كبر الاشاعه اكثر وكتب على تويتر ايمان خليف متحوله جنسيا وكامل الدعم للملاكمه الانثى الحقيقيه الايطاليه أنجيلا كيرني. وهنا عزيزي المشاهد نض غضب كبير سواء في الجزائر أو في المغرب العربي كامل بسبب تصريحات الناس على أن إيمان خليف متحولة جنسيا. ولكن السؤال المطروح واللي الناس كامل باغية تعرفه هو هل فعلا إيمان خليف متحولة جنسيا؟ هذا هو الشيء اللي راح نعرفه في المقطع تاع اليوم، وراح نكتشفوا بزاف حاجات مهمين على الغرب، وفي آخر المقطع راح نردوا على اتهامات تاع وحدين مغاربة لإيمان خليف. فدير لايك واشترك في قناتي إذا أول مرة تشوف قناتي، وفعل رمز التنبيهات باش يوصلوك الفيديوهات الجديدة، وخلونا ندخل في التفاصيل. القصة تاع إيمان خليف عزيزي المشاهد بدات البارح مع كانت عندها مباراة مع الملاكمة أنجيلا كيرني، وهنا إيمان خليف قضت على الملاكمة الإيطالية في 46 ثانية بضربة واحدة، وانتهت المباراة بلمح البصر. دوك اللي دفعوا التذكرة باه يتفرجوا هذه المباراة قاعدوا يعاودوا يرجعوها يقولوا لك كيف أنا دفعت باه نحضر المباراة مدتها 46 ثانية ماشي حتى دقيقة عزيزي المشاهد. والقصة مش هنا بدات بأن وحدة جزائرية عربية فازت بهذه الملاكمة، القصة بدات بعد المباراة. الملاكمة الإيطالية أنجيلا كيرني بدات تبكي وكانت مقهوره وقالت بان عمرها ما ضربت كيما هاك من عند بنت حقيقيه، وكيف تخلوني نتضارب مع واحد متحول جنسيا من ذكر الى انثى. وهنا الجمهور عزيزي المشاهد انقلب النصفين، النصف كان متاكد باللي ايمان خليف انثى، والنصف الثاني كان يقول كيف واحد متحول جنسيا خليته يتضارب مع انثى حقيقيه. ولكن الناس المتحكمين في الملاكمه دي اغلبيتهم من الغرب. فهنا خرج ايلون ماسك بواحد التغريده يقول فيها ان ايمان خليف متحول جنسيا وان كل الدعم للملاكمه الانثى الحقيقيه الايطاليه انجيلا كيرني. ايلون ماسك راه كاره المتحولين لدرجه كبيره، وقال هذا الشيء بسبب تحول ولده لانثى واللي تبرى منه. ولكن اذا ولدك تحول جنسيا فمش كامل الناس راه منحطه اخلاقيا كيما ولدك باه تتحول. وخرج واحد السيد سميتو ماثيو سالفيني، هذا نائب رئيس الوزراء الايطالي، وشوفوا وسمعوا واش قالوا، ركزوا مليح على الكلام اللي قالوا في التالي. ضرب بقوة شديدة وهذا غير عادل. أحسنت يا أنجيلا، لقد أحسنت التصرف. اضطرت رياضيتنا إلى الانسحاب أمام إيمان خليف قبل أن تذرف الدموع بسبب التضحيات الكثيرة التي ذهبت سودان. مشهد غير أولمبي تماما، عار على أولئك البيروقراطيين الذين سمحوا بمباراة لم تكن متكافئة بشكل واضح. الجميع في إيطاليا والعالم لاحظوا ذلك باستثناء المعلقين المشتتين في قناة راينو. فمن هنا بدا الموضوع يكبر اكثر واكثر، والاغلبيه اللي كبروا الموضوع هما الغرب وواحدين من العرب. ولكن واش اللي راه رافع عليك نضغطك كاع لهذه الدرجه؟ في اولمبياد طوكيو في رفع الاوزان الاثقال نيوزيلندا بعثت واحد السيد متحول جنسيا من ذكر الى انثى وربع عزيزي المشاهد، الامور كامل كانت في التمام عادي حتى واحد ما هضر. وفي رياضه السباحه الخاصه بالنساء واحد جاب هو الاول كان ذكر متحول الى انثى. وكاين بطولة نسائية لرفع الأثقال جا واحد متحول جنسيا من ذكر إلى أنثى وهكا معضل عنده لحية وكسر كامل الأرقام القياسية وربع عزيزي المشاهد. ومع العلم أن الرقم اللي كسره كان 280 من واحد متحول جنسيا من ذكر إلى أنثى. وعلاه راكم مصدومين وراكم تاكلوا في رواحكم وتقولوا بأن الجزائر بعثت واحد متحول جنسيا وهذا الشيء راجع لكامل العرب ومش عارف؟ هل إذا كان متحول جنسيا كان عربي أو جزائري يخليكم تقولوا أن هذا تشويه للرياضة النسوية؟ وإذا كان متحول جنسيا من دول الغرب يعتبر عادي؟ والغرب هما اللي كانوا راضيين أساسا بهذا الشيء وهما اللي اخترعوا هذه الفكرة التافهة وطبقوها. وتخيل معايا بضربة واحدة من عند إيمان خليف ماشي غير قضات عليها، قضات على جميع الفكر الثقافي تاع الدول الغرب اللي قاعدين يروجوا له، وهكا بينت حقيقته. وبعد الإشاعة والتنمر اللي طلعت على إيمان خليف نوضوا بزاف ناس ودعموها ومنها اللجنة الأولمبية الجزائرية، واسمعوا واش قالت. وتابعت اللجنة في بيان: نندد بشدة بالتصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة. إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماما، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. والموضوع ما توقفش هنا عزيزي المشاهد، خرج وزير الرياضة تاع إيطاليا وبدا يقول واش هما المعايير اللي راه معتمدة عليهم اللجنة الأولمبية الدولية خلال هذه المنافسة الحالية.
وراهم يطالبوا باستبعاد ايمن خليف، ولكن اللجنه الاولمبيه الدوليه رجعت عليهم بهذا القرار. وسمعوا واش قالت فيه. كما ذكر المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدمز بأن كل من خليف ولين قد شاركتا في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو صيف 2021. وتابع: كل من يتنافس في فئة السيدات يمتثل لمعايير الأهلية، إنهن نساء كما هو مذكور في جوازات سفرهن، وهن إناث. قد تنافست هاتان الرياضيتان مرات عدة من قبل لسنوات عدة، ولم تظهرا فجأة من العدم. وكنت طالع في اليوتيوب عزيزي المشاهد، لقيت واحد السيد مغربي، سمعوا واش قاعد يقول. سميتو ايمان خليف، هو راه سميتو ايمن خليف، هما لا سيدي قال لك سيدي سميتو ايمان خليف وراه انثى نعم سيدي. والانوثه تبارك الله في هذا ايمن خليف هذا كتشعشع، الانوثه هكا كدير. اول حاجه بعدا شوفوا معايا المتسابقه اللي هي تواجهت معها كيفاش دايره، الاسم ديالها انجيلا. شوفوا معايا عباد الله الانوثه كيفاش دايره، هذه الان راه ملاكمه ايطاليه، مع كتشوفها عباد الله مع كتضرب عليها باينه انثى، الانوثه هكا كدير. معناها غير بالمظاهر عرفوا باللي ايمن خليف متحول جنسيا، ولكن مع شاف خديجه طرقالين قال لك دي بنت مش ولد، رغم ان المظاهر تاعها تبين بانها ولد. ودا راجع الهرمون الذكوره اللي راه عندها زايد كيفها كيف ايمن خليف. المغربي دابا باش عرفتوا باللي هو غبي صح. واحد المقابله تاع ايمن خليف، سمعوا واش قاعد يقول فيها. سمعوا معايا عباد الله في واحد التصريح ليه سابق شنو تيقول، سمعوا معايا سمعوا. 2017 تما حنا دراري صغار منع 2017 تما حنا دراري صغار منع 2017 تما حنا دراري صغار منع مشروع حنا دراري صغار ما نعرفوش. سمعتوها مزيان؟ في 2017 حنا دراري صغار ما نعرفوش، حنا دراري صغار ما نعرفوش. هذا اغبى شيء ممكن تسمعوا عزيزي المشاهد. كلمه الدراري عندنا حنا هي صغير، قالت لك كي كنا دراري معناها كي كنا صغار. ماشي نتوما عندكم كلمه دراري ديك ولد، معناها كامل الدول عندهم كلمه دراري هي ولد. مازال ما شفت شعب غبي لهذه الدرجه كيما نتوما يزح. وراني نرد عليكم بطريقه محترمه وبدون اللجوء الى العنف ولا الطياحه ولا مش عارف كي اللي رايس عليه هذا المغربي وبزاف ناس من الشعب تاعو عزيزي المشاهد. هو راهم باغيين المشاهير تاع الجزائر يردوا عليهم والمغاربه يردوا باه يديروا الباز ويطلعوا في اليوتيوب. فالكراغله شنو ما شنو ناضو قال لك حكا ما حكا، جابوا الصور ديال خديجه المرضي بغاو يقارنوها مع هذا الزفري هذا. خديجه المرضي اللي يكون في علمكم انها راه مزوجه والزوج ديالها كاين وعندها 3 ديال البنات. اللهم زد وبارك، الله يحفظهم ليها والله يخليهم ليها ويتربوا في عزه ان شاء الله يا ربي. وشوفوا معايا الانوثه في خديجه المرضي خارج الحلبه كيفاش دايره، وشوف معايا ايمن خليف خارج الحلبه كيفاش دايره حتى هي. محتوى كامل على الجزائر، فواش توقعوا من المغاربه؟ هنا راني نهضر على صفه معينه من المغاربه باسكو على العكس كاينين في المغرب وصالحين وتحيتنا لهم. المقطع هذا كان شويه مختلف على المقاطع اللي كنت نشرها غير باه نوضح واحد النقطه، وهذا راح يكون اول واخر فيديو على الاشاعات. راح نستمر في محتوانا التوعيه الاجتماعيه وبعض القصص الواقعيه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك المقطع دير لايك واشترك في القناه اذا اول مره تشوف قناتي، وفعل رمز التنبيهات باش يوصلك فيديوهات جديده. ونشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. ليتس جو.